وإنا لقوم لا تكل سيوفنا من الضرب في أعناق سوق الكتائب، سيوف دخرناها لقتل عدونا وإعزاز دين الله من كل خائب، قتلنا بها كل البطارق عنوة جلاء لأهل الكفر من كل جانب، إلى أن ملكنا الشام قهرا وغلظة، وصلنا على أعدائنا بالقواضب. أنا خالد المقدام ليث عشيرتي، إذا همهمت أسد الوغى في المغارب. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضر على واحد من اعظم القاده اللي عرفها التاريخ الاسلامي، واحد اللي عمره خسر في شي معركه تخلاه، وواحد اللي الاعداء ديالو كي كيسمعوا سميتو كيتخلعوا. اليوم غادي نهضروا على خالد بن الوليد. خلي معاك لايك وتابونا في القناه، دير لي زيات في ودنك، كمل الفيديو. خالد بن الوليد تزاد في عام 592 ميلادية في وسط مكة، وتحديدا وسط قبيلة قريش من بني مخزوم. العائلة ديال خالد بن الوليد كانت معروفة بالفلوس وبالقوة والسياسة. باه هو الوليد بن المغيرة، كان من أغنى الأغنياء في مكة. خالد بن الوليد من صغره تربى على الفروسية، وكان كيتمنى أنه يكون فارس كبير، وكان كيتعلم ركوب الخيل وكيستعمل السيوف والرماح. كان قوي شجاع وما كيعرفش الخوف. كانوا كيسميوه ابن الحرب، حيت اي حاجه تتعلق بالحرب كان هو كيتكلف بها. ملي بدا الاسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيمشي لمختلف القبائل وكان كينشر الدعوه ديالو. وخالد من صغره كان ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، شارك في بزاف ديال المعارك ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، بحال معركه بدر وخصوصا معركه احد، فين دار مناوره خطيره في احد. من بعد ما الرماة خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وهبطوا عنده، ديك الساعات خالد بن الوليد كان عنده 200 جيش، دار من داك التل اللي كانوا فيه الرماة وغدروا بجيش الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت الضربه اللي قلبات المعركه لصالح قريش. داكشي اللي ورانا خالد بن الوليد قبل ما يدخل الاسلام كان عنده عقل مدبر وعسكري. من بعد صلح الحديبيه، من مور صلح الحديبيه، خالد بن الوليد بدا كيشوف الامور مختلفه، الاسلام بدا كيكبر، والرسول صلى الله عليه وسلم رجل ماشي عادي. في عام 8 للهجره قرر خالد بن الوليد يمشي عند الرسول ويعلن الاسلام ديالو. دخل عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ليه: أشهد بأن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم فرح بزاف وقال ليه: سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. وكانت أول معركة عنده مع المسلمين هي مؤتة ضد الروم، اللي كان عندها أعظم جيش. القادة 3 اللي كانوا في الحلف ديال المسلمين استشهدوا وبقات الروينة، ولكن خالد بن الوليد تولى الأمر، دار خطة ذكية. اللي كان مغطي وجهه عرى ليه وجهه، واللي ما كانش مغطي وجهه غطى وجهه، واللي كان في الجهة اليمين بدلوا اليسار، واللي كان في اليسار بدلوا اليمين، واللي كان القدام رجعوا اللور، واللي كان اللور رجعوا القدام. وأمر 50 فارس أنهم يتمشوا بالخيل في الدورة كاملة باش يسحب للروم بأنه جد دعم لحلف المسلمين. هكا دار جيوش وهمية ويقدر ينسحب بالجيش الإسلامي. من تما بدا سيف خالد كيضرب، وكل معركة كان فيها كان النصر قريب. خالد كان واحد اللي ساهموا في فتح مكة، بحيث أنه كان قائد جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشى لمكة من واحد الجهة وما كانش قتال كبير. دخلوا لمكة وتطهرات المكة من الأصنام. منين مات الرسول صلى الله عليه وسلم بزاف ديال الناس ارتدوا، وكان منهم مسيلمة الكذاب. خالد بن الوليد واجه المرتدين وقدر يربحهم في عدة معارك، بحال اليمامة اللي كانت من أشرس الحروب. خالد بن الوليد واجه الفرس ودخل المناطق بحال الحيرة والأنبار. في معركة أوليس دعا الله وقال: اللهم عليك بهم. وكانت أكبر مجزرة اللي عمرها وقعت من قبل، اللي تسمات بيوم العطش. من بعد العراق مشى للشام وشارك في اليرموك ضد الجيش البيزنطي. وكيف العادة خالد بن الوليد تكتيك ذكي
ربح ديك المعركة وفتحوا بلاد الشام. منين ولا عمر بن الخطاب خليفة، خالد بن الوليد خرج من القيادة، ماشي حيت خان، ولكن حيت الناس ولاو كيتبعوه أكثر من الدولة. خالد بن الوليد عاش باقي حياته بهدنة، بلا حروب وبلا والو، وكان كيتعذب في حياته حيت ما ماتش في الميدان، وقال في واحد الكلمات حزينة: لقد شاهدت 100 زحف أو نحوها، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما تموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. خالد بن الوليد مات في الشام السنة 642 ميلادية. خالد بن الوليد ماشي غير قائد، كان أسطورة، الراجل اللي دار فرق كبير في التاريخ الإسلامي، ماشي غير بحربه ولكن بأخلاقه وبالوفاء ديالو وبالطاعة ديالو لله والرسول صلى الله عليه وسلم. مات خالد بن الوليد ولكن السيف ديالو مازال حاضر في كتب التاريخ وفي قلوب اللي كيعرفوا الشجاعة الحقيقية. وتا لهنا غادي نكونوا سالينا الحلقة ديال اليوم. إلا عجبك الفيديو ما تنساش تابونا في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وخلي معاك كومونتير لتحت خلي فيه شنو بغيتي يكون في الفيديو الجاي. تهلا.